السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ نصلي على محمد عليه الصلاة والسلام، ما تنساش اللايك الجميل. النهاردة هنتكلم في موضوع حمدي ووفاء. هل وفاء مقبوض عليها؟ هل فعلا موضوع وفاء خبطت حد في تركيا وواخدة حكم؟ قبل اي حاجة بس، اللي ما يعرفش حمدي ووفاء، طبعا دول 2 بلوجر بادئين من فترة 5-6 سنين، والحقيقة لحد فترة قريبة جدا لحد ما بقوا 10 مليون. تقدروا تقولوا كان الناس متعودة عليهم بشخصية معينة، متعودين على وفاء بالحجاب، وكانت في الفترة اللي فاتت بما يرضي الله ملتزمة لأبعد الحدود. يعني عمرنا ما شفناهم طلعوا في أي فيديو هي طالعة حتى مبينة شعراية واحدة من شعرها، ولكن مرة واحدة كده بعد ما بقوا قربوا على 10 مليون على جميع المنصات، يعني على كل منصة 10 مليون، فوجئنا ان هم مهدوا لموضوع خلعان الحجاب. طبعا ده في الاول وفي الاخر اثار غضب ناس كتير، لدرجة ان في ناس كتير يعني لغت المتابعة معاهم والاشتراكات بتاعتهم. طبعا الموضوع زاد عن حده خالص، لدرجة ان هو فترة وفاة ابوه ما استنوش ونزلوا الفيديو اللي هو بتاع ان هي بتخلع الحجاب، والمواضيع عادي جدا والكلام ده كله. طبعا الموضوع ده عشان نتكلم فيه طول شرحه، ولكن احنا بنتكلم النهاردة في موضوع هل هي فعلا خبطت واحد وان هي موجودة حاليا في السجن. الحقيقة فعلا ان هي خبطت حد فعلا، وهي جاية من احدى المولات، وهي كانت ماشية بسرعة اكتر من المعتادة. كان في حد بدراجة بخارية، راجل كبير مش صغير في السن، والحقيقة ان هي خبطته. ولكن الخبطات اللي جت فيه يعني تقدروا تقولوا ان هي يعني الامور ان شاء الله باذن الله على ما يرام. والفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي ان هي بتتحل المشكلة مع الراجل بتعويض مادي، ولكن الموضوع ماشي قضية ماشي قضية. طب الموضوع انحكم فيه فعلا، انحكم فيه ب4 سنين، ولكن ده حكم اولي، لسه في نقض وفي استئناف وفي ولكن الفترة اللي احنا فيها دي دلوقتي بيتفاوضوا مع الراجل في ان هم يدفعوا له يعني زي مكافأة، غرامة، سموها زي ما تسموها، دية، اي حاجة. المهم ان هو في الاول وفي الاخر عشان الراجل يعني يتنازل، لان الموضوع هنا مش زي هناك خالص. يعني هناك لا، الموضوع فيه شدية جامدة والكلام ده كله. فهي حاليا على يعني تقدروا تقولوا ما بين البنين. هل الراجل هيوافق بموضوع الفلوس؟ هل الراجل هيتصالح؟ هل مش هيتصالح؟ هل هو الامور هتمشي ازاي؟ ولكن هي فعلا حصل ان هي خبطت الراجل، وفي 4 سنين حكم عليها، ولكن لسه مش حكم نهائي. اتمنى يكون الرسالة وصلت، واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.